بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا بقى النهارده حبيبي هنعمل كرشه بقى عشان العيد وكده بقى. فبص احنا عملناها ازاي. جبت الاول ده كرشه، ورحت كده غسلاها غسله حلوه قوي كده بليمون وخل، وبعدين خدتها غلوه على البوتاجاز وكبيت الميه بتاعتها وغسلتها تاني اهو. وحط لها بقى في الميه ايه بقى، حط لها بصل وجزر وتوم وورق لوري، وحاطه شويه سكر بس وهقفل بقى عليها الحلة. وشوف هعمل ايه تاني. هعمل هنا بقى الكشك الصعيدي، الكشك بتاعنا اللي هو بالقمح ده. بله 4 5 كشكايات كده ولا 6 كشكايات كده، مخمرهم في مية وهركنهم كده على جنب عشان وبعدين اشوفهم من لما يتخمر. هنا بقى اعمل تقلية اهي. جايبة بصل اللي انا كنت مفرزاه معاكم برضو اهو، معلقة كبشة سمن حلوة اهو، بصل اهو ونعمل بقى التقلية. البصل اهو يا دوبك الدبل كده، رحت واخده حبه بعد الكشك ما اتخمر، خدت حبه وحطيتهم على الكشك اهو، عشان الكشك مش هحط عليه دمعة دلوقتي، انا هحط عليه شوربه. فانا حطيت الكشك اهو، حطيت عليه بصل، ودي البصل ده بقى بتاع التسبيكه اللي هحط فيها الكرش. دي تسبيكه اهي، احط عليها الطماطم بقى دلوقتي اهي. حطيت عليها طماطم، كيسين طماطم كنت مفرزاها معاكم برضو اهي. هسيبها بقى تتسبك كده، تاخد وتدي مع نفسها. وده الكشك اهو، كبيت المية اللي كانت فيه وحطيت عليه البصل. وهنا الكرشة هي على البوتاجاز بتستوي. هنا بقى احط على الدمعة كزبرة وكمون ومرق الدجاج وفلفل اسمر اهي الكرشة استوت اهي. هاخد احطها في الدمعة بقى اهي. وحطيت لها حتة هريسة شطة على فكرة، بس للأسف ما اتصورتش، معلش اعذري زوري وجعني بس شوية اهو. شوف الشوربة بتاعتها جميلة ازاي، علشان اخدتها غلوة في الاول وكبيت المية وغسلتها ورحت حطها في مية نظيفة تاني. دي كده. في ناس بقى بتحط لها حمص، عايزة انت تحطي لها حمص حطي. هسيلها مثلا كوباية حمص كده ونقعيه وروح حطها معاها اهو. حاطه لها مرقة دجاج وفلفل اسمر وهريسة شطة، وحاطه لها كمون وكزبرة، وفيها ورق لورا طبعا. شوف الشوربة جميلة ازاي. احط بقى على الكشك كده، نحط الشوربة على الكشك عشان نحطه على النار اهو. انا حطيت الكشك على النار. هنا هاخد معلقتين دقيق. هعمل بقى ايه، الدقيق ده ليه مادة ربط، هربط بيه الكشك والشوربة عشان تبقى الشوربة مش سايبة كده، لا تبقى ماسكة نفسها شوية. فدي مادة ربط هقلبهم مع بعض كويس لحد ما يدوبوا، وبعدين هروح احطه مع الشوربة مع الكشك اهي. ده كده الكشك على البوتاجاز. شوف الشوربة جميلة ازاي. هحط عليه كوباية لبن كده ولا كوباية ونص اللي انت عايزاه، كوبايتين لبن، كوباية لبن، يعني المهم تحط عليه لبن يعني يخلي طعمه حلو. هيغلي بقى اهو، اروح حط عليه بقى ايه اللي هو الدقيق اللي انا عاملاه في ميه كده ايه، مادة ربط. اقعد اقلب فيه لحد ما اشوف السمك بتاعه، السمك اللي هو ايه اللي هو تلاقيه حلو كده، يدوبك يبقى جميل كده يتاكل كده بالعيش ما يبقاش خفيف يعني اهو. كده كده هو خلاص خد المقدار اللي انا عملته. وكنت عامله هنا بقى بتاع رز جنب. ودي بقى الكرش اهي في الدمعة، جميلة جميلة وريحتها تحفة. عايزة تحطي لها معلقة توم حطي لها، بس انا ما حطيتش توم علشان هاخد دمعة احطها على وش الكشك زي كده اهو. ده الكرش اهي، وده الكشك وعليه وش الدمعة والرز. وبألف هنا اللي ياكل، بألف هنا اللي شاف.
وجربوها والله خفيفة وحلوة مش تقيلة ولا حاجة وجميلة. وقولوا لي رأيكم بالله عليكم، وتصلوا على النبي بالله عليكم، خدوا ثواب الصلاة على النبي. صلوا على النبي يا جماعة بحق حبيبكم والنبي، صلوا عليه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة كده لو عجبكم وصفة الكشك الحلوة دي.